كلنا بلا استثناء طلعان عينينا مع اولادنا مذاكره وتمارين، ونختار لهم صحاب ونفسحهم، وده مردوده بقى علينا ساعات من الولاد بيبقى حاجه قمه في الاحباط واللامبالاه والاستهتار وعدم التقدير، وده غصب عننا احنا كاهالي هيفقع مرارتنا. بس هي الولاد مش مستقصدانا، يعني هم مش عايزين يضايقونا بالعافيه، هم غصب عنهم، ده جزء من طفولتهم، التخبط والتشتت وال... وال... وعدم ترتيب الافكار، كل ده من سمات الطفوله يعني. الفكره كلها بس ان احنا لما بنحمض من الولاد غصب عننا بيبان علينا في طريقه كلامنا معاهم وتعاملنا معاهم، ودي حاجه عاديه. وفي اطفال بتتحفز من حاجه زي كده، لما اشوف مامتي زعلانه مثلا ان انا ما دلعت في البطوله فما ما حققتش حاجه، او جبت نمره وحشه في الامتحان عشان انا مستهتر. في اطفال بتتحفز بده وفي اطفال مش بتتحفز بده، وفي كل الحالات الاهالي متضايقين. فالنهارده انا عايزه اقترح حاجه جديده، ان احنا لما نحبط من ولادنا تعالوا نجرب كده ان احنا نروح عليهم ناخدهم في حضننا، بس احضنه. بس الحضن ده بيقول حاجات كتير، ان انا معاك جنبك سندك هساعدك، متضايق بس لسه معاك، وانا كمان ههدى لان انا هفتكر دوري ان انا اللي بحتوي وانا اللي بوجه وانا اللي بساعد، فههدى كتير.